ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل النهارده مع بعض وصفتين للجمبري لكل عشاق الجمبري ومحبينه. اول حاجه هنا عندي هعمل الرز المبهر بالخضار والجمبري زي ما انتم شايفين كده. والوصفه التانية هعمل سندوتشات الجمبري اللي بناكلها في مطاعم الفاست فود بالصوص بتاعها الرهيب اللي انتم شايفينه ده. اول حاجه هنا عندي هحتاج لكيلو من الجمبري متوسط الحجم متقشر ومتنضف حلو. هتبله بمعلقه كبيره ملح، معلقه كبيره كمون، واقلب حلو جدا كده زي ما انتم شايفين. وبعدين بعد كده عصير 2 ليمونه واقلب. بعدين بعد كده بقى عندي هنا 2 كوب دقيق، عليهم 3 معالق كبار نشا، واخلطهم كويس. النشا هنا هيخلي الجمبري يكون كريسبي كده ومقرمش. وبعدين بعد كده هضيف 2 معلقة كبار من البصل البودرة، 2 معلقة كبار كزبرة، و3 معالق كبار من البابريكا الحلوة، 2 معلقة كبار من بهارات السمك. واقلب بقى الخليط الجميل ده. طبعا اللون بتاع الدقيق هيبتدي ان هو يتغير مع التحمير، هيديني لون ذهبي او اورنج كده للجمبري، بيدي شكل وطعم في منتهى الجمال. ومعلقة كبيرة بقى هنا ملح، واخلطهم كده كويس. وبعدين بقى هنا عندي طبق تاني كده، هقسم الخليط ده لنصين، النص اللي هو الجاف والنص التاني اللي انا هضيف عليه ميه زي ما انتوا شايفين كده، اللي هعمل بيه تغطية الجمبري. اضيفه بالتدريج كده حبة حبة لحد ما يبقى زي ما انتوا شايفين كده، زي خليط البانكيك الخفيف، عشان هضيف فيه الجمبري عشان اعمل له تغطية زي ما انتوا شايفين. وبعدين بعد كده اخرجه من الخليط السائل ده، احطه في الخليط الدقيق الجاف. ابتدي ان انا اخرج واحده واحده كده. طبعا كل المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بعدين اغطي كده كويس جدا، اخرج من الدقيق واصفي الزوايد بتاعه الخليط ده بالمصفى، واكرر العمليه لحد ما اخلص كل كميه الجمبري اللي انا هستخدمها في السندوتشات بتاعتي. زي ما انتم شايفين الخليط ريحته جميلة جدا، طعمه اجمل، وما يفرقش عن الحاجات اللي احنا بناكلها بره. هنا بقى عندي في طاسة على النار، الزيت كان حامي، هضيف ليه الجمبري. واول ما اضيف الجمبري هوطي النار، هخليها على نار متوسطة عشان الجمبري ما يتحرقش، وفي نفس الوقت يستوي من جوه ويبقى حلو يعني، ولونه ما يغيرش. هياخد حوالي 3 4 دقايق كده، وبعدين بعد كده اخرجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويتصفى في مصفى. هنا بقى هعمل الصوص بتاعي: 3 معالق كبار كاتشب، معلقة كبيرة مستردة، و3 معالق كبار من المايونيز، ومعلقة كبيرة عسل نحل، ومعلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة خل أبيض. واخلط بقى الخليط الجميل ده كله مع بعضه. البابريكا المدخنة مهمة جدا، بتدي طعم جميل جدا للصوص، بيبقى ما يفرقش خالص زي الصوص اللي احنا بنجيبه من بره او اللي بيجي مع السندوتشات. هقطع هنا بقى عندي خس اللي هو الكابوتشا ده، وابتدي استخدم بقى هنا عندي السندوتشات اللي ممكن بقى الفينو او الباجيت على حسب ما انتوا تحبوا. واضيف بقى ادهن الساندوتش بتاعي بالصوص الجميل ده. الصوص ده يا جماعة رائع جدا، ممكن بقى ينفع في الساندوتشات بتاعت البانيه، ساندوتشات البانيه ممكن ينفع مع مثلا الفراخ اللي هي الفرايد تشيكن دي، برضو هيبقى جميل، طعمه تحفة 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 بجد يعني. ابتدي بقى اضيف الجمبري هنا عندي، واضيف الصوص عليه، وبعدين الخس.
واكرر بقى العمليه في الساندوتش التاني طبعا، وفي كل الكميه اللي انتوا هتحبوا ان انتوا تعملوها. الصوص وبعدين الجمبري وبعدين بعد كده الخس. طبعا الناس اللي اول مره تشوف الفيديو، اول مره تشوف القناه، اتمنى ان انتوا تشتركوا، تدوسوا على زرار سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد بينزل في القناه. واكمل بقى الصوص زي ما انتوا شايفين. ساندوتش يا جماعه رائع، ما يفرقش على الساندوتشات اللي احنا بنجيبها من بره، هيعجبكم جدا ان شاء الله. واضيف بقى الخس بتاعي كده، وخلصت الوصفة الأولانية. هبتدي في الوصفة التانية. عندي طاسة على النار، هضيف فيها معلقتين كبار من الزيت النباتي، بصلاية متوسطة متقطعة كده زي جوانح كده تخينة شوية، ومكعبات حبة فلفل أصفر مكعبات، حبة فلفل أحمر مكعبات برضو. أنا عايزة إن الخضار يبقى فيه زي قرمشة كده سنة، لو حابين ممكن تقطعوها، لو مش حابين القرمشه دي ممكن تقطعوها ارفع شويه. واقلب وبعدين اضيف اول ما يوصل ان هو يبقى دبل كده شويه ودخل في السوا، هضيف كوبايه من البسله والجزر المسلوقين، معلقه كبيره بهارات الاكل الصيني او البهارات الاكل الاسيوي، وبعدين رشه من البابريكا المدخنه. لو مش موجوده مش هتفرق قوي في الطعم يعني، بس بتضيف لمسه كده بسيطه. وبعدين بعد كده معلقه كبيره من العسل الاسود. انا المفروض ان انا كنت احط سكر بني بس ما كانش عندي، فاستبدلته بالعسل الاسود. وبعدين بعد كده ضفت معلقتين كبار من الصويا صوص الخفيفه. لو حابين ان الاكل يبقى مثلا فيه تسكيره شويه ممكن نزود عليها معلقه من العسل الابيض. وبعدين ضفت هنا بقى الجمبري عشان يستوي مع الخليط الجميل ده، وسبتها كده على نار هاديه لمده 10 دقايق او 15 دقيقه لحد ما يستوي. وكان عندي هنا رز ابيض ضفته بقى طبعا. وبس كده هتخلص بقى، خلصت الخلطة الوصفة كلها جميلة جدا، سهلة، آه، موفرة جدا في الوقت وفي المجهود، والنتيجة بتاعتها روعة. هنا بقى كان عندي شوية كزبرة بقى كده زينت بيها عشان نكسر اللون الجميل ده. هو مش الرز اللي هو الصيني، لان الرز الصيني بيبقى فيه مكونات تانية، بس هو في حاجات يعني في بعض حاجات من الرز الصيني، بس طعمه جميل وطعمه مبهر كده وحلو، هيعجبكم ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، وتعملوا بقى لايك للفيديو وشير لاصحابكم وحبايبكم وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الوصفه الجايه ان شاء الله.